مساء الخير. أنا مهندس حامد أحمد، والنهاردة معانا حلقة جديدة من برنامج شطبها صح. النهاردة هنتكلم عن مراحل تشطيب الشقة من الألف للياء. أولا هنبدأ بالتعديلات المعمارية. هنشوف على حسب المخطط هنبدأ بالتعديلات المعمارية. وبعدين هندخل السباك هيدينا الشرب وزنة عشان نشتغل عليها سواء الكهرباء أو باقي البنود. وبعد السباك هندخل الكهربائي عشان ينور لنا الشقة ويأسس الكهرباء. فهندخل الكهربائي يشد الاسلاك والخراطيم والعلب وكل شيء تمام، ويأسس الشقه كهرباء عشان السباك كده كده محتاج كهرباء يعني. بعد ما ندخل خلاص خلص الكهربائي هندخل السباك تاني يأسس السباكه والعزل. بعد السباكه والعزل هندخل الحلوق تمام والابواب. كنا هنعمل ابواب خشب، هنعمل PVC، بل دي بترحل لاخر مرحله ان شاء الله في الدهانات ان شاء الله. بعد كده ندخل بتاع المحاره تدخل ياخد يعمل بقاي وطرطشه ويمحر الشقه. بعد المحاره نبدا في الجبسن بورد او الجبس البلدي، سواء عملنا جبسن بورد او جبس بلدي. بعد الجبسن بورد او الجبس البلدي بننظف الشقه بالكامل عشان ما يبقاش فيه اي بقايا للجبس، وبعدين ندخل السيراميك تمام. بعد السيراميك ان شاء الله ننتظر مش اقل من 15 يوم عشان نقدر ندخل الدهانات، مش اقل من 15 يوم في فصل الصيف ما ندخلش الدهانات ورا السيراميك مباشره. مرحله الدهانات هنأسس معجوننا كامل والبطانه ولحد البطانه ونوقف. ليه نوقف؟ علشان نشطب السقف بتاعنا ونركب الاضاءه بالكامل قبل ما ندي الوش الاخير اللي هو الفينش تمام. وبعدين الالومنتال، ان كنا هركب الومنتال، ان كنا هركب ابواب PVC بتركب قبل الفينش. كمان الاضاءه لازم تكون راكبه بالكامل قبل ما ندي الوش الاخير. ورخامه المطبخ ورخامه حوض المطبخ لازم تكون راكبه علشان لما نيجي نقطع حوض المطبخ ما يبقاش فيه تراب، لان الرخام بيطلع تراب جامد. فبعد الفينش لو عملنا قطعنا رخامه المطبخ الدنيا هتتبهدل مننا تمام. دي بعد رخامه المطبخ ان شاء الله هيبقى معانا فينش الدهانات. بعد فينش الدهانات هندخل الكهربائي يركب لنا اوشاش الكهرباء والاباليج والنجف. وبعد الكهربائي هندخل السباك يعمل لنا ايه؟ فينش السباك. القاعده والحوض ده بنركبهم في الاخر خالص علشان ما يتبهدلوش. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتكلم عن كل مرحله في مراحل التشطيب بالتفصيل الممل. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير. كان معاكم مهندس حامد احمد من برنامج شطبها صح. سلام.